السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفه سهله وسريعه جدا ومختلفه. ودي هنحشي زي ما انتم شايفين كده الشطه الخضراء الحاره، جبنه موتزاريلا وبطاطس مهروسه، وبجد طعمها حكايه وريحتها جميله جدا. وده لعشاق الاكل السبايسي، وطبعا دي هتكون نوع من المقبلات جنب اي وصفه اساسيه، مش هتبقى وصفه اساسيه. وقبل ما نبدا وصفه النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل كل جديد. ويلا نشوف وصفه النهارده بتتعمل ازاي. واول حاجه هعمل الخلطه اللي هحط فيها الشطه قبل ما اقليها. عندي كوبايه من الدقيق، وهحط التوابل عليها معلقه صغيره من الملح والكمون والبابريكا والبصل البودر والثوم البودر، وهقلبهم كويس مع بعض وبعدين هبدا احط ميه شويه شويه لغايه ما احصل على القوام الكريمي. وكده بقت جاهزه معايا. ودلوقتي انا عندي بطاطس مسلوقه، هبدا انزل عليها بنفس التوابل اللي حطيتها في الدقيق: بصل بودر، ثوم بودر، بابريكا، كمون، ملح. وبعدين هبدأ اهرسها كويس واقلبهم كويس مع بعض علشان يمتزجوا مع بعض وياخدوا من طعم التوابل. وكده بقت جاهزه معايا. ودلوقتي هجيب الشطه اللي انا هحشيها وهفتحها من النص زي ما انتم شايفين كده، وهحاول اشيل البذر منها عشان ما تبقاش حراقه قوي، وهنضفها بنفس الشكل كده بالظبط. ودلوقتي هبدأ احشيها. عندي جبنه موتزاريلا، او لو عندك ميكس من الجبن عادي جدا هحط. وبعدين هحط فوق الجبنه بطاطس المهروسه اللي انا عملتها. هخلص الكميه وارجع لكم. ودلوقتي بعد ما خلصتها هحطها في الخليط اللي انا عملته زي ما انتم شايفين كده، هخليها تتغطى من كل الجوانب. ودلوقتي عندي زيت سخن زي ما انتم شايفين كده، هنزل فيه بالشطه. وده شغل الشطه وانا بقليها في الزيت. وكده بقت جاهزه معايا خلاص. وزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، شايفه ان اللون الدهبي اللي هي واخداه بجد تحفه، وطعمها وريحتها حاجه جميله قوي بجد. ودي تتاكل مع عيش او تتاكل مع بقولات البطاطس المحشيه بالجبن اللي انا عملتها، وممكن جنب مكرونه او رز. زي ما انتم شايفين كده، شايفين المطه بتاعت الجبنه الموتزاريلا. وكده وصفه النهارده خلصت. يا رب تكون نالت اعجابكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد.